حالة من حالات مؤسسة فذكر ونرجع لكم. مؤسسة فذكر مع حضراتكم، وحالة هنعرف ظروفها دلوقتي. أهلا يا ست، ازاي؟ الحمد لله. عاملة إيه؟ الحمد لله يا شيخ، الحمد لله. محمود محمد. أهلا وسهلا. زوجك بيشتغل إيه؟ زوجي عنده عجز في رجله. ما بيشتغلش خالص؟ ما فيش أي حاجة دخلنا خالص. دول الثلاث عيال معاك؟ ودول ال3 عيال وحامل. فأنا وحامل. فأنا قاعدة بالإيجار ليا 6 أشهر، فالشهر 1000 جنيه وأنا مش قادرة أسدد. فصحبات انتوا قاعدين بالإيجار، مش معاكوا حاجة ملك؟ ما حلتناش أي حاجة خالص. إن شاء الله فضل ربنا سبحانه. أي حاجة خالص. تمام، يعني انتوا قاعدين في إيجار مش ملك، والإيجار كل شهر 1000 جنيه. مكسور عليكم كام؟ مكسور عليا 6 أشهر، فصحبات البيت هيطلعوني. يعني مكسور عليك 6 شهور، واصحاب البيت قرروا ان هم هيطردوكم. فاحنا طبعا ناخد ولادي وانا مجر اي مسجد لحد ما اهل الخير يساعدونا باللي في النصيب. فانا متعشمه بس بحاجه واحده، اوضه بس لو عرشها بجريد لعيالي. يبقى احنا دلوقتي طلبات الست المحترمه ديت طلبات الست المحترمه دي بيت يقويهم، نسدد لها الايجار 6 شهور في 1000 جنيه، يعني 6000 جنيه. وبعد ما نسدد ال 6000 جنيه عشان ما يطردوش، لو قدرنا نوفر لهم مكان، يعني ان شاء الله يعني مكان اوضتين بمنافعهم، ان شاء الله 30 متر، ان شاء الله 40 متر، تمام، ونجهزهم. يعني لا احنا يعني احنا بنتكلم مع بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى، ولما نطلب من ربنا نطلب بما يليق بالله تبارك وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو أهل الفضل وأهل المغفرة وأهل الكرم سبحانه جل في علاه. وإيه تاني طلباتك يا ست؟ لو ربنا بيحبنا اوضه بس انا اطلع. ربنا بيحبكم يا ست. بره يلمها ويقول لي عشان تبعاه ماي، عشان نجيب اكل النهارده، عشان تعملي لي بس زي العيال دي. انا بتقطع من جوايا. لا يا ستي، لا، ربنا ما فيش أحن منه، ربنا ما فيش أكرم منه، وأهل الخير وأهل الفضل اللي معانا بيشاركوا مع مؤسسة فذكر لتخفيف معاناة الناس ديت. إن شاء الله بإذن الله تعالى مش كتير على ربنا إن احنا نبدل دموع حزن الناس دي لدموع فرح إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.